عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد من قناة خالد كورة. طبعا اليوم عندنا مشكلة في اللعب أدت إلى عدم الفوز أمام العراق، لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا اللايك والاشتراك. نبي نوصل ل 30 مشترك بأسرع وقت. ليش 30 مشترك؟ داير نقاطع، لكن بداية تكون العودة أقوى وأقوى، بس نبي نوصل 30 مشترك بأسرع وقت. خالد، وش المشكلة؟ طيب احنا أمام العراق كان لعبة صراحة مميز، وتمريرات يعني كثيرة ومفيدة للفريق، صح، وتمريرات صحيحة، ويعني تيكي تاكا ممتازة كانت. لكن في مشكلة لاحظها بعض من جمهور المنتخب السعودي، بعضهم يعني متأهل كأس العالم نساها بشوي بس. وش يا خالد؟ هي مشكلة الإنهاء أو التسرع أمام الحارس. هذه صراحة مشكلة كبيرة كبيرة جدا جدا. مثلا أنت الحين قدام منتخب كبير، مثلا نقول البرازيل أو منتخب إسباني، فلابد إنك جتك بتدافع صحيح، لكن لابد إذا جتك فرصة إنك لازم تستغلها استغلال جيد جدا جدا جدا. إن الحين في طلع أتوقع إحصائية أو شيء ماني متأكد منها، لكن طلع في برنامج مشهور إن من أصل 100 تسديدة، يعني 100 تسديدة سيسجل المنتخب 10 أهداف في أصل 100 تسديدة. فهذا شيء صراحة غريب جدا جدا من المنتخب السعودي، فلا بد إنه يكون هناك حل لهذه المشكلة. إذا انحلت هذه المشكلة سيكون يعني استغلالك لفرص أفضل، سيكون المنتخب السعودي أفضل قدام المنتخبات الكبيرة، أو حتى قدام المنتخبات الصغيرة اللي تتكتل بدك تفوز عليها بأسرع وقت وزي كذا. فهذا كان أنا عندي الشيء اللي ودي أقوله لكم. لكن في تنويه بسيط، فيه يعني مباراة قدام صالح أبو الشمات، ما تعرفون صالح أبو الشمات قدام إندونيسيا، كان في مشكلة كبيرة قدام العراق. وش يا خالد؟ فرصة أدت إلى كم مدينة الفوز، وفرص كثير، مو بس فرصة صالح أبو الشمات، لاعب مبدع صراحة ما شاء الله تبارك الله عليه، لكن كانت الفرصة شوي استغرب الجمهور السعودي انه يوم جاء كرة صالح أبو الشمات وعدى من لاعب وجاء قدام الباب وكان يمديه يشوت يعني، او يعني يسوي اي حل، لكن مرة يسوي الدوسري. توقع وصلت؟ لا ما وصلت. فهذا كان يعني الشيء اللي نرفز جمهور المنتخب السعودي، او ابدا استغرابهم. يعني انت الحين قدام الباب طبيعي انك المفروض تشوت او تراجع، تسوي اي شيء، بس الا انك تمرر ومنتظم التمرير بان عليك هجمه. حتى مثل ما شفنا قدام مباراة العراق برضو ان لاعبين مثل مصعب جوير، نواف بوشل، لاعبين زي كذا او اكثريه برضو منهم جاء قدام، توقع يسدد ما سدد بدقه، وش سوى؟ شوت على طول، قوة تسديد. ليه؟ شيء غريب يعني. قوة التسديد ما راح تجيب لك اهداف، قوة التسديد هي بس تساعدك ان التسديد تكون قوية وصعبة شوي على الحارس. فهذا شيء صراحة ابدا استغراب يا جماهير المنتخب السعودي، انك كيف تشوت بقوة وانت توك حتى ما زينت وضعيتك انك تشوت. فالصراحة كان شيء غريب. يعني انت الحين اذا المنتخب العراقي لو انك انت استغليت نصف الفرص، مو كلها، حتى نصفها او ربعها، كنت فايز في المباراة اصلا. انا اتمنى من المدرب هيرفي رينارد انه يشتغل على الانهاء. اللاعبين خاد ليه طيب انهائهم يكون سيء قدام الباب؟ انه يتسرع او يتوتر قدام الباب، يعني ما صدق انه وصل الباب. بعض من اللاعبين ما صدق انه وصل الباب فما يشوت على طول، يعني يوقف يناول او يشوت بقوه، يعني اشياء غريبه، سريعه بس عشان توتر او تسرع. هذا شيء صراحه سيء جدا. طبعا تخيل مثل ما قلت لو انك تلعب قدام منتخب كبير في كاس العالم بتتكتل اكيد، يعني انت تتكتل قدام اسبانيا كذا بتتكتل وتجيك مثلا مرتده ضيعتها تلقم منها. اذا ما سجلت الفرص اللي جت لك راح تسجل عليك فرص كثيره كثيره جدا جدا. فاتمنى انه يوجد حل. ما شاء الله تبارك الله على مستوى الحراسه بدا المنتخب السعودي يتطور، مستوى الدفاع ما شاء الله تبارك الله المنتخب السعودي متطور، بدا يتطور اكثر، الوسط متطورين من زمان الحمد لله، وتطور برضو اكثر واكثر. لكن الهجوم من 2020 الى من 2019 حتى يمكن 2021، لا من بعد كأس العالم، بعد كأس العالم 2022 جاء هنالك عقم هجومي واضح وصريح.
مثل الحين مهاجم كأس الحربة من كان ما عندك أحد، لين استكشفت فراس بريكان جاء، كان فراس بريكان هو المهاجم الوحيد عندك، فأكيد إذا طاح مستواه ما في أحد بديل له. ثم طلع لك صالح الشهري، عندك مهاجمين الحمد لله. ثم طلع عبد الله الحمدان، هذول الثلاثي هم الوحيدين الهجوم اللي عندك. حتى استدعيت عبد الله السالم، لكن ما أعطته فرصته إنه يقدم أداء اللي كان مطلوب منه. فأنت عندك مهاجمين كثير بالأجنحة أطراف أي شيء، أما رأس الحربة قليل جدا جدا. الحين المنتخبات حتى مثل إسبانيا ما عندنا مهاجم واحد، ايش سووا؟ عطوا أوريا زبال هو جناح وكذا، حطوا مهاجم أو مهاجم وهمي ماشي. بس لكن اللي يتفق مع المنتخب السعودي إنه لازم يكون في مهاجم قناص. فراس بركان الحين مهاجم قناص صحيح، لكن في كرات يعني تحتاج فيه قوة جسمانية مهولة عشان يفوز بالكرات. لو قدامك مدافع قوة جسمانية قوة مهولة ما شاء الله، لازم تكون عندك قوة جسمانية قوة مهولة عشان تتفوق عليه. صالح الشهري السرعة شوي. عبد الله الحمدان يعني صعب انه يبدا اساسي، لكن يبدا كبديل. عبد الله الحمدان عندك هو حل اساسي او سلاح كبديل، هذا الشيء بيفيدك جدا جدا جدا. فانا عندي مشكله في راس الحربة، هذه مشكله صراحه عويصه وطويله جدا جدا. اتمنى يكون الاستكشاف في الاكاديميات اللي في السعوديه يكون الاستكشاف الاكبر على المهاجم. انت عندك الحين حارس، عندك كل شيء متوفر لك والحمد لله والشكر لك من لاعبين وكذا. انت بس تحتاج مهاجم، فقط مهاجم. يعني تخيل لو جاك مهاجم صاحي، مهاجم فتاك، يعني اكيد بكسب بطولات اكثر واكثر. الحين منتخبات كيف فازوا بكاس اسيا، كيف فازوا بكاس العالم، كيف فازوا؟ عندهم مهاجم فتاك. مثل الحين كيف فازت عندهم مهاجم فتاك يشتغل، او ليونيل ميسي هو يدخل يسحب شوي يعطي المهاجم. يعني زي كذا يكون عندك لاعب سوبر يكون عندك مهاجم فتاك. الاثنين دول يمكن يفيدونك على مدار سنين طويلة، ويكون مرات يعني إذا تلقيت فرص أكثر وأكثر يكون هم يعني سند إنه يبديك توصل كرات الأمام ويشتغلونها بأسرع شيء. فهذه كانت مشكلة حتى لاحظناها من كأس الخليج أو من تصفيات كأس العالم لآسيا بدايتها كذا. يعني تخيل كان هداف حسن كادش، يعني حسن كادش أكيد يعني ونعم، بس ظهير هداف ظهير أو قلب دفاع وهم مهاجمين هم موجودين أصلا. هذا كان شيء غريب صراحة. حتى كأس الخليج كان عندنا عقم هجومي واضح جدا جدا، ومما خلى عمان تتفوق علينا. كيف تفوقت عليكم عمان المنتخب السعودي؟ عشان إنه كان أي منتخب يقابل المنتخب السعودي بس تكتل، سجل هدف تكتل هدف بس في أول دقائق المباراة وتكتل، أنت كذا قضيت عليها. لكن الحمد لله بعد مباراة العراق والملحق بدأ في تطور وازدياد في الهجوم، وظهور صالح أبو الشمال، ظهور لاعبين أكثر وأكثر ومبدعين والحمد لله، واسترجاع لاعبين اللي كانوا سيئين مع مانشيني أو ببداية هيرفي رينارد بعد عودته، بدأوا يستعيدون مستواهم أكثر وأكثر وأفضل وأفضل. لكن في لاعبين مثلا ما استعادوا مستواهم أو دخلوا في فترة يعني سوء بسيطة، مثلا الكابتن سالم الدوسري. الصراحة سالم الدوسري قدم أداء مع المنتخب وما قصر المنتخب، لكن كانت في المباراتين إندونيسيا والعراق كان في شيء غريب. سالم الدوسري ما قدم أداء، أتوقع عشان ضغوطات الأكثرية أو عشان أفضل لاعب في آسيا. فتخيل إن تكون عندك جائزة أفضل لاعب في آسيا لازم تقدم كل شيء، لازم تسجل تصنع، لازم تسوي كذا. فهذا أثرت على سالم الدوسري على ما أعتقد. وهذا كان فيديونا لهذا اليوم للمنتخب السعودي ما انتصر على العراق وش المشاكل. وهنا وصلنا إلى هذا الفيديو، تسوي لايك واشتراك، نبي يوصل 30 مشترك بأسرع وقت، ويلا مع السلامة.